الفسيخ ده هنا في عجمان. انا اول مره اخد من المطعم ده، مطعم اسمه جمبرينا للمأكولات البحريه. تمام. انا طلبت منه فسيخ واحده بس علشان اجرب واشوف هيبقى كويس ولا، يعني نفتح ونشوف. بس ده لسه الفاتوره بتاعته، هنفتح نشوف. الريحه صعبه صعبه. دي الفسيخية دي ب41 درهم. احسبوها انتوا بقى بالمصري هتبقى كام، يا اللي بتقولوا الحاجة غالية في مصر. الريحة صعبة بس هناكلها برضه. تعالوا بقى نفتحها. شكلها مغري. تعالوا بقى نجرب فسيخ مطعم جمبرينا في عجمان. ده جامد اوي. واو. بس الشكل بتاعها. طبعا هشيل الحاجات دي. بصراحة تحفة. شكله مبدئيا كده يقول ان دي حاجة نظيفة. دول طبعا مصريين فاتحين مطعم مأكولات بحرية. بصوا شكله. بصوا انا كده بعد ما نضفت كل الحاجات اللي فيها، شوفوا شكلها. انا والله ما اعرف اصحاب المطعم، بس الناس اللي بتبيع حاجه نظيفه لازم نقول ان حاجتهم نظيفه وحاجتهم كويسه. شكله بصوا عامل ازاي. هندوق بقى علشان نشوف الملح مظبوط، مالح قوي. انا كده اتلحوست. هندوق بقى. لسه كمان لما يتظبط. طعمه حلو قوي على فكره. جميل جميل. مطعم جمبرينا عجمان. تسلم ايديكم، تسلم ايديكم بجد. سمك تحفه ونضيف وجديد، والملح مظبوط مظبوط مظبوط. انا طبعا جربت عندهم الفسيخ بس بعد كده هيبقى الفسيخ من البطارخ، الرنجة، السردين، هتبقى كل الحاجات من عندهم. جنن يا جماعة. اي حد هنا في عجمان وعايز فسيخ على طول يطلب من مطعم جمبرينا. تسلم ايديكم مطعم جمبرينا يا جامد على الفسيخ الحلو ده. يجنن يجنن يجنن.